اسمي منار منصري، أنا جزائرية من ائتلاف شباب 8 مايو. نعم. عاوزين حضرتك تكلمينا عن ائتلاف 8 مايو وعاوزين تكلمينا عن الظروف الراهنة في الجزائر. ائتلاف 8 مايو حركة ثورية عبارة، يعني احنا كنا مجموعة من المجموعات الشبابية تنشط على الفيسبوك وعلى الميدان ضد النظام، يعني تطالب زي ما حصل هنا عندكم قبل الثورة. وبعدين قلنا يعني في جهود طيبة ولكنها مبعثرة، ففكرنا ان احنا نعمل ائتلاف شبابي يجمع هذه المجموعات، وابتدينا مع بعض بقالنا تقريبا يعني اكثر من قربنا على السنتين ان شاء الله. الحمد لله، يعني ابتدينا في الاول في الفيسبوك وبعد كده نزلنا ميدانيا، عملنا وقفات. المجموعه بتكبر، الائتلاف يعني بيزداد تماسكا. الوضع في الجزائر يعني ممكن أشبهه لك بمصر قبل ثورة يناير بأشهر، أو ممكن يعني بأشهر وأسابيع، يعني مع التعقيدات بتاعت الوضع في الجزائر إنه إحنا يعني عملنا عدة ثورات متتالية سرقت منا مرارا وتكرارا، فالنظام أصبح أكثر خبرة في قمع الثورات، يعني أكثر من هنا. الناس كمان بقت خايفة، يعني الناس بقت خايفة من الثورات، لأنه إحنا ما تنساش في التسعينات كانت الحصيلة كبيرة، 250,000 جزائري، حصيلة كبيرة يعني قادرة أنها تخوف الناس من أي ثورة، لكن الشعب ناقم عامة على النظام. تبقى انطلاق الشرارة الحقيقية يوميا في الجزائر، عشرات الاحتجاجات الفئوية هنا وهناك تقمع بطريقة احترافية، لأنه نظامنا عسكري مخابراتي عسكري. على آخر الزمن بقينا نخوف العيال والمخوفاتي. ولكن في الجو العام السائد لدى الجزائري هو سخط، لأنه في الضمير الجزائري هذا النظام معروف أنه جنرالات فرنسا يحرسون مصالح فرنسا في الجزائر. يعني اصحى يا شلبي. لا لن نسكت. بص، هم دخول قوات الناتو إلى الجزائر، بص هم لو دخل الناتو نحن ليس لدينا عداوة مع أحد، يعني إحنا كمسلمين عامة وكجزائريين ما بنعاديش حد، ما بنبادرش بالإساءة، بس أنا هقول على حاجة من خلال قناتكم. قبل الثورات دي أنا ما كنتش من الناس الملتزمين جدا، يعني تحجبت قبل الثورات بفترة قليلة، بس ما كنتش ملتزمة، وكتير من الشباب. اللي بيحصل ده ولا يهمك، أنا طلعت في التلفزيون.